المغرب يعلن ارتفاع ضحايا مواطنيه بزلزال تركيا إلى 4 وفيات. أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس أنه تم التبليغ عن 4 وفيات لمواطنين مغاربة ضمن ضحايا الزلزال تركيا الذي أسفر آلاف القتلى والجرحى. وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بيتاس أن خلية الأزمة التي تم إحداثها لتتبع تطورات الجالية المغربية الموجودة بمناطق الزلزال تلقت إلى حدود الآن 1743 اتصالا. وأفاد بيتاس أن 48 مغربيا كانوا مختفين من قبل التأكد أنهم بصحة جيدة في تركيا، مشيرا في السياق ذاته إلى أن خلية الأزمة واجهت صعوبات في التواصل مع المغاربة المقيمين بالمناطق التي طالها الزلزال بسبب تضرع شبكة الهاتف. ولفت الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الملك محمد السادس بعث برقية تعزية ومواساة إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، معربا عن تضامن المملكة المغربية ووقوفها إلى جانب الشعب التركي في هذا الظرف العصيب. رحم الله الموتى من المسلمين، وإن لله وإن إليه راجعون.